موزمبيق تنقذ منتخب مصر من الخروج المبكر من بطولة أفريقيا بعد أن تعادلت مع غانا في الوقت البدني الضائع 2-2. إصابة صلاح مشكوك في أمرها. تريزيجيه الحجاز استلام على طول تريزيجيه يسجل. محمود يسجل التعادل المصري. التعادل حلوة الكورة. قبل ما نبدأ الفيديو اشترك بالقناة وفعل الجرس وصلي على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صعدنا بطريقة لا تليق بمنتخب مصر المتوج ب7 ألقاب. فيتوريا مش عارف يلاقي حل للدفاع الضائع. شفنا عبد المنعم وحجازي اللي بيعدي منهم هجوم الرأس الأخضر بسهولة. مش عارف ليه فيتوريا مش راضي يشارك ياسر إبراهيم. أخطاء متكررة في الدفاع ضيعت مجهود اللعيبة. شكرا موزمبيق، لولاكي ولولا مجهودك الكبير وتعادلك مع غانا أتاح لمنتخب مصر ومدربه الصعود. فيتوريا المدرب البرتغالي اللي مش قد البطولة، لم يدرب أي فريق قوي لأي منتخب في العالم، وللأسف فريق الرأس الأخضر كان بيلعب كورة حديثة واحنا كنا بنلعب بفوضى في الشوط الأول، وجه فينا جون عجيب وسط 5 مدافعين من منتخب مصر. اللاعب بيسند ويشوت ويجيب هدف براحته. أكيد هي غلطة حجازي وعبد المنعم. ولما نزل تريزيجيه في الشوط الثاني قلب المباراة وعمل أسيست ونشط الهجوم، لكنا خرجنا من البطولة. أنا فاقد الأمل في منتخب مصر اللي صعد بمجهود موزمبيق. منتخب بلا هوية بيلعب كورة عشوائية. صدق عزيزي المشاهد إن احنا صعدنا ب3 نقط من 3 مباريات دون فوز واحد حتى يفرحنا. مستحيل مصر تصل للنهائي بهذا المستوى المضحك على مستوى الدفاع. فيتوريا رغم انه من اكبر مرتبات المدربين في افريقيا الا انه اقلهم فنيا. مبروك على التأهل الصعب. نيجي للنقطة المهمة الإيجابية. إمام عاشور كان بيلعب بمجهود هايل طول المباراة، كان بيلعب بروح قتالية. والنقطة الأهم، تعالوا نشوف مصطفى محمد ضيع كام فرصة. ضيع الهدف الأول زي ما انتم شايفين كان هيركبنا المباراة وكنا هنلعب بهدوء لو سجلوا في أول المباراة. في فرصة ثانية وثالثة ضيعها ولولا ستر ربنا كنا هنخسر. توفيق من عند الله، سجل هدف الفوز وبعدها تعادلنا. تريزيجيه فعلا حرفيا مهدور حقه في المنتخب. أول ما نزل الشوط الثاني سجل هدف وعمل أسيست وحصل على جائزة رجل المباراة. تعالوا نشوف هدفين موزمبيق في مرمى غانا في آخر دقيقتين والذي تسبب في تأهل مصر لدور الثمانين. ولعب بنسيل واحد على واحد. بنسيل يدخل بنسيل بركلة جزاء. ركلة جزاء وفرصة الجوردانايو والهدف الثاني. فوري جيمي وفوري جيمي وإلى المنتخب الموزمبيقي. جيمي تلعب الركنية وعلى كون الراسية رينيجو. سيناريو ملون. توفيق من عند ربنا. لازم نفوق وبنقول لأكتر من مرة فوق يا فيتوريا وشوف حل الدفاع والعب كورة حديثة. احنا بنلعب عشوائي. وهكرر واقول حجازي وعبد المنعم ومصطفى محمد رغم هدفه اقل 3 في المباراة كان لازم ينزل ياسر ابراهيم مكان حجازي. برافو امام عاشور ومروان عطية وتريزيجيه فوق الكل. ولعله خير اصابة الشناوي ودخول ابو جبل في اخر دقيقة. انا شايف ان ابو جبل افضل من الشناوي والشناوي مش في مستواه. وكمان عندك مصطفى فتحي يا فيتوريا قلب لك الدنيا في ماتش غانا في الشوط الثاني. كان المفروض تبدا بيه المباراه مكان زيزو، بتنزله في الدقيقه 82. انت عايز ايه مننا يا فيتوريا؟ جبت لنا الضغط والله. كان المفروض تبدا بيه لو كنت عايز تكسب المباراه. هنعمل ايه لو المغرب طلع الثاني؟ احنا صاعدين ثاني هنقابل مجموعه المغرب، يعني هنقابل الكونغو يا المغرب يا تنزانيا. ربنا يستر. انا معاك ان فريق الراس الاخضر كان قوي. مفاجأة في البطولة، لعبنا قدامه شوط ثاني قوي كان ملحمة. لولا أخطاء الدفاع المتكررة كنا فزنا. صح لعبنا بإصرار وعزيمة لكن صعدنا صعود محبط. أعصابنا اتحرقت. تحيا موزمبيق. مبروك لمنتخب مصر والشعب المصري. نيجي لنقطة صلاح. هجوم حاد على صلاح. هل الهجوم ده في محله ولا احنا ظالمين صلاح؟ تعالوا نشوف إصابة صلاح والجهاز الطبي بيقول إيه. بيقول شد في العضلة الخلفية. وبيأكد الفريق الطبي لمنتخب مصر إصابة صلاح عايزة راحة وعلاج بسيط لمدة أسبوعين. وده تفاجأ بتصريح كلوب مدرب ليفربول بيعلن أن صلاح سيعود للنادي للعلاج، وإذا كان لائقا سيعود في حالة تأهل مصر للنهائي للانضمام لمنتخب مصر من جديد. هل إصابة صلاح قوية للدرجة دي ولا ليفربول خايف على محمد صلاح؟ واتحاد الكورة فين من المهزلة دي؟ طبعا كلنا عارفين وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بيرفض طلب بايرن ميونخ لذهاب مزراوي الى المانيا وهيكمل برنامج التاهيلي في كوت ديفوار. وبعد رفض المدرب المغربي لطلب بايرن ميونخ ارسل بايرن ميونخ الجهاز الطبي الى كوت ديفوار للاطمئنان على حالته. ليه احنا ما بنعملش كده؟
وجود محمد صلاح مع المنتخب ليه مكسب كبير ودافع قوي لاعطاء اللعيبه الثقه، وانا عارف ان ليفربول مش هرجع صلاح تاني، وممكن كمان يلعب مع ليفربول ضد تشيلسي. انا كنت من اكتر المدافعين عن محمد صلاح. رساله محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مباراه مصر مع الراس الاخضر ما كانش فيها اي دعم للفريق، وكان بيوجه رساله ان هو هيمشي. صدقني يا صلاح لو فضلت مع المنتخب زي رونالدو في اليورو لما اتصاب كان بيدعم فريقه وبيديهم طاقه ايجابيه ومعنويه. رغم اصابه كريستيانو ما سابش الفريق ومشي. انت كابتن الفريق، انا مش عارف ليه انت بتعمل كده، وانا عارف ان الحمله دي كلها عليك ممنهجه مدبره، ممكن يكون من رفضك للفريق اللي احنا فاهمينه. ربنا معاك يا صلاح وربنا يشفيك، واحنا مش زعلانين منك، احنا بنعتب عليك، كان نفسنا تكون موجود معانا. انا مش عارف اقول لك ايه، احنا عملنا ازاي لما سمعنا الخبر. في ناس فرحت وفي ناس زعلت وفي ناس يعني قالت خلاص كده احنا هنطلع من البطوله، صلاح اهم واحد في البطوله. والتاني مره ربنا يشفيك. عزيزي المشاهد قول لي في التعليقات، هل وجود صلاح مع الفريق افضل ولا يروح يتعالج في ليفربول من قله الدكاتره؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.